يا صباح الفل والخيرات. هنتكلم النهاردة عن موقف ضاغط جديد بيسبب لنا قلق وتوتر، وهو انتهاك الخصوصية، اختراق الحدود. إيه كم مرة ممكن تكون حد دخل عليك فجأة من غير ما يخبط؟ كان بيقف يسمع انت بتقول ايه. احيانا الاهل بيتصنطوا على اولادهم، بيفتشوا في حاجتهم. وده بيولد شعور عندنا بعدم الامان، وبيولد شعور عند ولادنا بانتهاك الخصوصية واختراق الحدود. أنا كده مش مطمن، حاسس إن حدودي مستباحة. وده طبعا بيعمل مشاكل كتير في السلوك، لأن طبعا ده أنا في المقابل هيولد عندي سلوك. ما أنا لما حد أحس إن أنا كده ماليش خصوصية، ده هيولد عندي سلوك في المقابل عشان أدافع عن نفسي، هيبقى فيه ديفنس ميكانيزم. فهيحصل إيه؟ يا اما هيبقى فيه نوع من الحمايه الزايده. عارفين الشخص اللي هو المروش ده شويه، اللي هو تحس انه مش مطمن قوي، بيتحرك كتير، آم، حاسس بعدم الامان، ما يبصش في عينك دايركت. آه، يعني الحواس عنده حاده جدا، بعيدا طبعا عن في ناس ما شاء الله عندها الحواس حاده وقويه، لكن بجد بتلاقيه الاصوات ياخد باله من ادق الاصوات جدا، ياخد باله من تصرفات التفاصيل جدا، لانه هو عنده آلية البقاء والحمايه عاليه قوي، لانه حاسس دايما انه مخترق الحدود، حاسس دايما بعدم الامان. آه، وده طبعا يعني ممكن يجي برضو من انتهاك معنوي مش بس مادي. يعني في ناس بتنتهك انتهاك مادي، حاجتها تتفتش فيها، يبص عليها، يسمع، يتصنطوا عليهم، حاجته تتاخد، لكن بدون استئذان، يخش عليه فجأة من غير ما يخبط أو بدون ما يستأذن. كل ده انتهاك للخصوصية مادي. لكن في انتهاك معنوي اللي هو التنمر مثلا، ان انا اتريق على شكلك، مستباح ان انا يعني ما اقبلش الاختلاف بينا، مستباح ان انا اتريق عليك، اتريق على تصرفاتك، اتريق على شكلك، مستواك المادي. كل ده انتهاك معنوي، لانه بيحسسني برضو بعدم الامان، ان انا مش مطمن اني اكون اخرج للعالم، اشوف ناس جديده، اخرج من الكومفورت زون بتاعتي، اتعرف على ناس جديده. فكل ده بيبقى فيه نوع من الخوف والتوتر والقلق، ان انا حد يتريق عليا، فاعمل بقى ايه؟ ستون وول، ابتدي انعزل، ابقى لوحدي. او احيانا يولد سلوكيات شاذه زي السرقه مثلا عند بعض الناس. خلاص، ما هو هيعمل، هو بيدافع عن نفسه بقى، ما هو انا مستباح فاشمعنى انا. فكل دي سلوكيات بتيجي من عدم الامان وانتهاك الخصوصيه واختراق الحدود. عشان كده ديننا سبحان الله امرنا بان احنا نستأذن، ان احنا ناخد بالنا من كلامنا، ان احنا نراعي مشاعر الناس، ان احنا ما نتريقش على حد، نراعي الاختلاف، نخبط، نستأذن، نغض البصر لما نخش بيت حد. كل دي آليات للحفاظ على الخصوصية المعنوية والنفسية والمادية. ايه كمان؟ ما احسش بالذنب لما احافظ على حدودي، ما احسش ان انا ازعل لما اقول لا على حاجه تخصني، ما اتضايقش لما اقول من فضلك، ما احبش ان ده يحصل. كل ده لما يحصل اختراق الخصوصيه، من حقي ان انا اعبر عن ذاتي وارفض هذا الاختراق. من حق اولادي ان يكون ليهم خصوصيه، ويكون لهم وقتهم، ويكون ليهم غرفتهم اللي بخبط عليها قبل ما ادخل. من حقهم يكون لهم وقتهم اللي بيقضوه بدون ازعاج مني، بدون تفتيش، بدون لوم، بدون نقد. ايه كمان؟ مهم ان انا اسيب ابني يجرب، اسيب ابني يخوض تجارب جديده في الحياه. ده من حقه برضه، ودي من رحلته في الحياه اللي هيخوضها لوحده، تجاربه. فما بقاش عامله قهر برضه وحمايه زايده وانتهاك حتى لفكره انه يجرب حاجه جديده، وده من حقه على فكره. طيب لما هيجرب حاجه جديده هيقابل تحديات، هيغلط، ومره هيمشي الموضوع تمام، مره هيصيب ومره هيخطئ. فهيحس بذاته، هيحس باستقليته، هيحس بالتمكين، هيحس ان له قدرته الخاصه على خوض معاركه في الحياه. فكل ده مهم جدا لاحساسه الذاتي بالاستقلال. طيب فبلاش اتدخل في كل حاجه، وادي مساحه ان الانسان يغلط، ادي مساحه اولادي ان هم يغلطوا. كل ده مهم جدا جدا، لان اكيد
اي صدمه هيمر بيها اولادنا او تحديات هتدي معنى للحياه، لان الحياه مش كلها وردي. ولو انا باكل وبشرب وبنام بس مش هيبقى فيه طعم للحياه. متعه الحياه ان فيها تحدي هخوضه، هغلط وهتعلم او هنجح وهحس بالانجاز. نحترم خصوصيتنا وخصوصيه الاخرين عشان نعيش بطمأنينة وسلام. دمتم بخير، و سلام عليكم.